بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهارده عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهارده: مرتضى منصور يطعن على الانتخابات، بيراميدز مهتم بلاعب الزمالك، لقاء حسين لبيب مع الخطيب. خرج علينا هاني حتحوت وقال إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بيتحرك حاليا من أجل تقديم طعون لبطلان انتخابات الزمالك، حيث قال كمان هاني حتحوت عبر تصريحات تلفزيونية أن رئيس الزمالك السابق بيعقد اجتماعات مع بعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات من أجل إقناعهم بتقديم طعون لبطلان الانتخابات. رئيس الزمالك السابق يرى أن الطعن أمر سهل جدا، خصوصا ضد حسام المندوب بعد الحكم الصادر في حقه، حيث كان هناك اجتماعات ومكالمات فجر يوم الاثنين مع رئيس نادي الزمالك السابق وبعض المرشحين الخاسرين. بعض المرشحين رفضوا طلب رئيس نادي الزمالك السابق، والبعض الآخر لا يزال يفكر في الطعن. طبعا اللي لسه بيفكر في موضوع الطعن أنا عايز أسأله سؤال: انت بتفكر في ايه؟ مع ان احترامي انك انت حصلت على اصوات ما بين 600 و 500 صوت، وفي طبعا مرشحين منهم اخذوا اقل من 100 صوت. طيب انا بشوف ان فكرة عملية طعون في انتخابات نادي الزمالك انا بشوفها فكرة سيئة جدا، لان المفروض ان في الوقت الحالي ان الزمالك يعيش فترة استقرار. لازم يكون عنده استقرار في الفترة اللي جاية في خلال الاربع سنوات اللي هم جايين، وبعدين في نفس الوقت انت بتعطي فرصة للمجلس الموجود حاليا ان هو يحقق طموح الجماهير اللي هي منتظراها، لان جماهير نادي الزمالك قضت فترة مش كويسة، فيها لجان وفيها تغيرات وفيها حاجات كتيرة مش حلوة. فياريت موضوع الطعون ده ما يحصلش ونترك نادي الزمالك في حالة استقرار يا رب. الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه هي بيراميدز مهتم بلاعب الزمالك. كشفت تقارير إعلامية وصحفية على وجود مفاوضات ما بين بيراميدز ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك، حيث أكدت التقارير أن بيراميدز بيفاوض الحارس بشكل مستمر ويرغب في التوقيع معه في الانتقالات الشتوية القادمة بشكل مجاني. وأشارت التقارير أن الزمالك لن يقف ساكنا وسيعمل بكل قوة من أجل تجديد عقد اللاعب لمنع رحيله، ولكن حتى الآن لا يوجد أي محادثات. والمعروف طبعا أن الحارس سينتهي تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم اللي جاي، وأن الإدارة الجديدة ستعمل على تعديل عقده خلال مفاوضات التجديد. وطبعا المعروف أن الأهلي كان بيضع الحارس ضمن حساباته، وكان يوجد تواصل بين الأهلي وصبحي حتى بطولة أفريقيا تحت ال 23 عام. طبعا الموضوع ده ما بينه وما بين الأهلي قد توقف، ولكن أنا ما أعتقدش أن الزمالك سيستغنى عن محمد صبحي بسهولة، ولذلك بنتمنى بس أن هو يكون في سرعة في الأداء في أن هم يجددوا لمحمد صبحي بسرعة، لأن محمد صبحي من العناصر المهمة. حراس المرمى عموما بيبقوا من العناصر هو المهم، هو ومحمد عواد، فلازم الاثنين يجددوا لهم وبسرعة، لان دلوقتي بيراميدز بقى بياخد لعيبة الزمالك كلها مجاني وبسهولة، وده شيء بصراحة اصبح ممل جدا ورخم جدا في الفترة الاخيرة. الموضوع الاخير اللي احنا هنتكلم فيه هو مفاجأة للزمالك، هو لقاء لبيب مع الخطيب. في لقاء منتظر ما بين حسين لبيب والخطيب. كشف بقى عن الموضوع ده الإعلامي سيف زاهر عن حقيقة وجود جلسة بتجمع ما بين حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بعد فوز الأخير بانتخابات الزمالك. قال زاهر إيه في تصريحات تلفزيونية: البعض اتكلم عن جلسة ما بين الكابتن حسين لبيب والكابتن محمود الخطيب. الناس شايفة الموضوع ازاي، ولازم ترتيب وقصة. ده موضوع عادي جدا، هو بيقول ان ده موضوع عادي جدا. رئيس الزمالك هيقعد مع رئيس الاهلي والعلاقة طيبة،
وهم أصحاب ومفيش أي موضوع. يعني بعض الناس بتعلي وبيطرحوا أسئلة مين هيقدم تنازلات، وهل هينتصر الزمالك وهياخد فلوس كهرباء كاش، ولا الأهلي هيعرف إن هو يقسط الفلوس؟ ولا ده هيقسط ولا ده هيوافق، ولا ده مجال أصلا خلاف، ولا هيوصل لشيء. دي علاقة ناديين ومفيش خلاف ما بين الزمالك والأهلي. المشكلة أصلا ما بين الزمالك وكهرباء. الزمالك بيرفض بشكل قاطع تقسيط غرامة كهرباء، وعلاقة الناديين هتخلي هناك أمور كتيرة تمشي بشكل جيد جدا. طبعا ده بيتكلم عن اللقاء المنتظر اللي هيكون ما بين حسين لبيب والخطيب، ولكن المعروف طبعا ان الخطيب دلوقتي في بره عنده علاج مريض، فهو لما يرجع من العلاج هيجي يزور نادي الزمالك، ولذلك مجلس إدارة نادي الأهلي منتظر الخطيب لما يرجع من الرحلة العلاجية علشان يروحوا لنادي الزمالك ويهنوا إدارة نادي الزمالك الجديدة. وده بيعتبر شيء كويس جدا كبداية علاقة جديدة، انت هتطوي فيها كل المشاكل القديمة اللي كانت موجودة في مجلس الإدارة القديم، ولذلك يبدأوا يكون ما بينهم علاقة موفقة بإذن الله. ده بالنسبة للموضوع بتاع النهاردة. فيا ريت لو عجبك الفيديو بتعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.